تعالى كده اثبت لك ان دي افجر نسخه واتساب في المجال. لو ضغطت على كلمه الشاشه الرئيسيه دي كده ونزلت تحت هتلاقي انا بقول لك قسم زراير الفيروس. لو ضغطت عليه كده هتلاقي انا بقول لك اعمل فيروس قطع نت برساله، وعندك انا بقول لك اعمل قطع نت بصوره، وقطع نت بريكورد، وقطع نت بفيديو، وقطع نت بملصق. بس كده لا، ده في لسه حاجات كتير هتصدمك. لو جيت خرجت كده عندك كده على كلمه اللي هي شاشه المحادثات دي كده، لو ضغطت عليها هتلاقي انا بقول لك حرق جميع النسخ بمكالمه. هتلاقي انا بقول لك عكس رساله حصر الارقام، وهتلاقي انا بقول لك بتعمل سحب رومات تلقائي، وعندك هنا بقول لك اخفاء اعضاء الروم، وعندك هنا بتنهي الرومات، وعندك هنا بتعمل رومات قديمه. حاجه فوق الخيال بشويه. نسخه فيها كميه مميزات لاول مره تنزل في المجال. كل اللي عليك تعمل لايك وكومنت وتتابع الفيديو هنا عشان تعرف الباسورد، ويلا بينا نخش على الشرح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه يا اخواتي؟ يا رب تكونوا بالف خير. طبعا يا اخواتي رجعت لكم في فيديو جديد كالعاده وبنسخه جديده، بس يا ريت يا برو لو اول مشاهد لكم على القناه اشتركوا وفعل زر الجرس، والناس القديمه لايك وكومنت، مش هطلب منك اكتر من كده. طبعا يا برو جايب لك النهارده افجر نسخه واتساب في المجال، حرفيا افجر نسخه ممكن تشوفها في المجال ده. نسخه طبعا بتعمل فيروس قطع نت، بتحرق نسخ بمكالمه، بتنهي جروبات، بتسحب جروبات. حاجه جامده جدا، نسخه فوق الخيال بشويه. يا ريت بقى يا برو تدعمنا بلايك وكومنت، ولو مش هتشترك على القناه اشتركوا وفعل زر الجرس. طبعا اول ما نخش على النسخه كده، النسخه تتثبت معاك جنب اي نسخه، مفيش اي مشكله. هتفتح معاك بالجمدان ده كده. عندك الشتات، وعندك الروم، وعندك الاستيرو، وعندك الكول. تمام كده تمام. عندنا ميزه اضافه اكتر من رقم في النسخه، وعندنا ميزه تفعيل وضع الطيران لو انت مش عايز تستلم رسائل ولا تبعت رسائل، وعندك ميزه تفعيل اللون اللايت مود اللي هو اللون الفاتح. وطبعا لو جيت على الثلاث شرط كده وضغطت على كلمه ثواني، نيجي على الثلاث شرط تاني. عندك هنا بقول لك راستر اعدادات النسخه والتواصل مع ميجا بايت العالمي. طبعا النسخه بتاعت ميجا بايت العالمي، واللي ما يعرفش ميجا بايت العالمي ده، فميجا بايت العالمي ده بص كده عالمي بجد، اسمه على مسمى. عندك هنا بقول لك خصوصيه نسخه ميجا بايت فيرجن 17. هتضغط عليها كده هيفتح معاك المود بتاع النسخه اللي هي الاضافات بالشكل ده كده لاول مره في المجال. عندك الخصوصيه والامان، طبعا ده بقى اخفاء اخر ظهور، واخفاء مشاهده الحاله، وكل اللي انت عايزه في نسخ البلس موجود هنا. يعني بص عيش حياتك في النسخه، فكل حاجه انت تتخيلها والحاجه اللي انت ما تتخيلهاش. عندك هنا بقى كل نسخه بتعربها اهي، عايزك لو عايز تعمل باسورد للنسخه وكده. طبعا عندك اخفاء مشاهده، اخفاء اخر ظهور، يعني بجد حاجه فوق الجمدان. طب لو جينا خرجنا كده، عندك كلمه سمات النسخيات، ممكن تحمل اي سيم. لو السيم بتاع النسخه ده مش عاجبك مفيش اي مشكله، حمل السيم اللي يعجبك. طبعا لو جيت خرجت كده عندك المزيد من الاعدادات، هتضغط عليها كده وهتضغط على كلمه الاعدادات العاديه، وهتنزل تحت هتلاقي الزرار ده كده لازم تفعل ده. طب ده بيعمل ايه ده بيخليك تاخد الرساله عادي توجيه لاكتر من 250 ايه ده يا جدعان، لاكتر من 250 شخص. يعني تاخد الرساله عادي توجيه لاكتر من 250 شخص. تمام كده يا برو. طبعا اعذرونا على اللفظ اللي جه في الاخر ده لان الشبكه عندي بس ضعيفه. طبعا زي ما قلت لك ده بيخليك تحول لاكتر من 250 شخص. طب لو جينا خرجنا كده، عندك النسخه الاحتياطي والاستعاده، وعندك اخفاء الوسط، وعندك اخفاء الوسائط من المعرض، وستايل النسخه، والالوان بتاعت النسخه. طب لو جيت خرجت كده، عندك كلمه الشاشه الرئيسيه والجمدان كله هنا بقى. عندك هنا بقول لك قسم زراير قطع النت. لو ضغطت عليه كده هتلاقي النسخه هنا بتعمل قطع نت بملصق، بتعمل قطع نت بفيديو، بتعمل قطع نت بريكورد، بتعمل قطع نت بصوره، وبتعمل قطع نت برساله. يعني ايه قطع نت للناس اللي ما تعرفش؟ بص بقى يا برو، مثلا انت هتفعل اللي هو قطع نت برساله ده كده، هتخرج تبعت لاي شخص رساله. مجرد انت ما تبعت له الرساله، طبعا الواتساب بتاعه ما بيستلمش رسائل ولا بيبعت رسائل، اكن النت خلص معاه كده. عندك هنا بصوره، وعندك بريكورد، وعندك بفيديو وبملصق. حاجه جامده جدا. لو جيت خرجت كده، عندك هنا بقول لك اخفاء تقسيم الدردشات، وطبعا عندك الوان النسخه لو عايز تغير الوان وكده. طب لو ضغطنا على كلمه الاستوري كده ونزلنا تحت، هنلاقي بقول لك ستوري 5 دقائق. هتفعل ده كده عشان ترفع الاستوري اكتر من 30 ثانيه. ممكن ترفع مسلسل على الاستوري مفيش اي مشكله. طب لو جينا خرجنا كده، عندك كلمه شاشه المحادثه. عندك هنا بركز معايا، عندك هنا بقول لك حرق جميع النسخه بمكالمات. فعل ده كده هتحرق اي نسخه بمكالمه. مجرد انت ما ترن على الشخص النسخه بتاعته هتتحرق، مش هتفتح تاني. عندك هنا بقول لك عكس الرسائل لحظر الارقام، اللي هو يعني بيبان صاحبك اللي بعت الرساله مش انت. عندك هنا بتعمل سحب للرومات تلقائي، يعني بيرفعك ادمن تلقائي. عندك هنا بقول لك اضافه اعضاء في الروم للناس اللي ارقامها بتطير. ممكن تفعل ده كده وتعمل ان انت يعني مثلا تضيف اي حد رقمك مش هيطير. عندك ده بيعمل لينك شات، وعندك ده بقول لك بتعمل انهاء للرومات. لو فعلت ده كده وعملت بلغ خروج من اي جروب، كل اللي في الجروب بيطردوا. عندك هنا بيقول لك فعال عشان تلغي انشاء الرومات، يعني مثلا ايه، ما يبلغش الرومات ديت معموله بتاريخ كذا، فاهم؟ ما يبانش عند حد التاريخ بتاع الجروب. عندك هنا بيقول لك فعال عشان تلغي اشتراك الرومات دي، طبعا قلناها. عندك هنا بيقول لك اعمل منشن لجميع اعضاء الروم. وعندك هنا بيقول لك فعال عشان بتعمل رومات قديمه. هتفعل ده كده وتروح تعمل اي جروب، هتلاقي تعمل معاك بتاريخ قديم. حاجه يعني فوق الخيال بشويتين مش بشويه.
بشويه واحده يعني. عندك الشريط الجانبي للاتصال، وعندك تعطيل رد الفعل النقرتين، واضافات نسخ البلس اللي كل المجال عارفها يعني. طب لو جينا خرجنا كده عندك كلمه اشعارات ديت، طبعا دي لو عايز تظبط الاشعارات بتاعت النسخه، تغير الالوان، تغير موسيقى، عيش حياتك في النسخه بص كده فيها توهان. فانا عشان الفيديو بتاعنا ما طولش طبعا انا بستعرض لك النسخه بس. عندك هنا بقول لك ضبط الوسائط طبعا لو اي حاجه وقفت معاك في النسخه ما انتش فاهمها اكتب لي تحت في الكومنتات وانا هرد عليك على طول. عندك هنا بقول لك مشغل الفيديو كله، هتفعل ده كده عشان تقدر انت تشغل اي فيديو مفيش اي مشكله. وطبعا كل الزرار ده هتفعلها، شايفها متفعله ازاي؟ هتسيبها متفعله زي ما هي. طب ده عشان ايه؟ ده عشان تبعت الصوره بالجوده الاصليه بتاعتها، وترفع الصوره بجوده عاليه، وتبعت ملفات كبيره، وتستلم الملفات كبيره، وتعمل كل اللي انت محتاجه. عندك هنا بقول لك خصوصيه حركات الشات وكده، لو ضغطت عليه كده طبعا ده بقول لك تحركات في الشات اهي، تمام؟ ده تحركات في الواجهه بتاعت الشاتات، وده جوه الشات تختار التاثير اللي يعجبك من هنا. مثلا انا يعني برشح لك يعني الشكل رقم 3، اللي شكل رقم 3 ده جامد جدا، حاجه فوق الخيال. عندك هنا تساقط ثلج لو عايز تفعله، مش عايز براحتك. وعندك هنا بقول لك جوجل وكده. وعندك هنا الفيديو والصور المتحركه في الواجهه، يعني ايه ده؟ ده بيفعل لك فيديو في الواجهه، تختار اي فيديو انت عايزه ومفيش اي مشكله، تلاقي الواجهه بتاعتك بقى فيها فيديو. حاجه جامده جدا النسخه. عندك هنا بقول لك نسخ الاحتياطي والاستعاده. وعندك كده تنظيف ملفات لو عايز يعني تفضي مساحه وكده من على الجهاز. وعندك هنا بقول لك خصوصيه الاستوري بتاعنا، تمام؟ اللي هو اللون والخط الاستوري والكلام ده كله. عندك تحديثات النسخه، وعندك هنا بقول لك تابع المطور ميجا بايت وكده. ده بقول لك معلومات عن اضافات النسخه عندك وكده. هنا بقول لك شير لكل قنوات ميجا بايت، تمام كده. طبعا عندك دي قنواته، لو عايز يعني تشترك عنده كده بينزل كل نسخ وكل عظمه هناك. طبعا يا برو لو جينا خرجنا كده نيجي على الثلاث شهور التاني، عندك هنا بيقول لك ايه بقى هنا؟ راستر للواتساب. وعندك هنا بيقول لك رساله رقم من غير ما تسيف، وهنا جدوله الرسائل، وهنا الرد الآلي اللي هو الرد التلقائي، وهنا مراسل الرسائل الجماعيه. وهنا بيقول لك اعمل روم، وده بيقول لك اعمل بي سي، وده بيقول لك افتح واتساب ويب، وده بيقول لك رسائل مميزه بنجمه والاعدادات العاديه، تمام كده. تمام، لو ضغطنا على كلمه الاعدادات العاديه كده ودخلنا، طبعا ده شكل نسختنا من جوه، حاجه رايقه جدا الاعدادات العاديه. عندك هنا بيقول لك الشتات، لو ضغطت عليه كده عندك هنا الخلفيه، لو عايز تغير الخلفيه اللي جوه الشات من هنا كده بتغيرها من هنا كده لكل الشتات مش لشات واحد. لو عايز تغيرها لشات واحد هعرفها لك دلوقتي. طبعا يا برو لو جينا خرجنا كده، خرجنا تاني، نخرج تاني، عندك شكل النسخه اهوت قدامك يا اخي، حاجه فوق الجمدان بشويه. قدر تعبنا بقى بلايك وكومنت. هنيجي على علامه ازاي كده ونضغط هنا كده، ونكتب اي رقم عشان نشوف بقى شكل الشات بتاعنا من جوه، تمام؟ نكتب كده اي رقم ونضغط رساله رقم غير متسجل. طبعا ده شكل الشات بتاع النسخه من جوه يا برو، حاجه جامده جدا، نسخه رايقه فوق الخيال بشويه. طبعا لو جيت على الثلاث شرط كده عندك هنا اهوت، لو عايز تغير الخلفيه بتاعت الشات ده لوحده بتغيرها من هنا زي ما وريتك من بره، يعني حاجه فوق الخيال بشويه. طبعا يا برو لو وصلت معايا للدقيقه دي في الفيديو فاتمنى تكون النسخه عجبتك، وريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس لاول مشاهدة على القناه. وطبعا خد اخر رقمين في الباسورد 66 لو ما شفتش اول رقمين اسمع الفيديو من الاول. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، واشوفكم الفيديو الجاي على خير. سلام يا احلى متابعين.